عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اليوم ان شاء الله راح نحضر طبق المثوم. نحتاج المقادير التاليه: كميه من اللحم المفروم، اطراف اللحم بقري او غنمي، كميه من الحمص، حبه بيض كامله، كميه من المعدنوس، كميه من الثوم، ونحتاج فلفل اكحل وفلفل احمر والكمون. المقادير هذو راح نقسمهم في كي نخلط اللحم المفروم مع الثوم، والكميه الباقيه نحطها مع المرقه. تابعي الان معايا في طريقه التحضير. نبداو نحضروا في اللحم المفروم اللي راح نشكلهم كريات. حطيت نصف كميه تاع التوابل اللي كانت عندي، ملعقه صغيره من الفلفل اكحل احمر والكمون. حطيت نصف المقادير، ونخلو نصف المقادير نحطوهم في المرق، ونحطو كميه من المعدنوس المقطع. هنايا درت حوالي 8 فصوص تاع الثوم، نحطو نصف الكميه. وعندنا حبه بيض، ونخلطوا المقادير هذو كامل. بطبيعه الحال نضيفوا كميه من الملح ونخلطوا كامل المقادير هذو. انا ما نحبش ندير بزاف التوابل، يعني كل وحده حره في التوابل شحال الكميه اللي دير. نخلط مليح المقادير هذو ونغطيهم نخليهم يتشربوا، ونحضروا المرقه تاعنا. في المرق تاعنا نحطو اطراف اللحم، نضيفو الحمص، نضيفو الثوم، حوالي 5 فصوص ثوم او 4 يكونوا كبار. نضيفو التوابل اللي كنا حطيناهم، نفس التوابل اللي حطينا في اللحم المفروم نحطوهم هنا. ندير كميه من المعدنوس ونخلي كميه لي في الاخر نرشو بكميه من المعدنوس. نحطو كميه من الملح، هكذا. نضيف له حوالي 4 ملاعق تاع الزيت، 4 ملاعق كبيره تاع الزيت. بعد ما حطيت كامل المقادير حطيت الدجاجه تاعي حتى في الفرن، حتى يتحمس كامل المقادير هذو، يتحمس اللحم تاعنا حتى نلاحظوا اللحم تاعنا بدا يعني يدخلوا طياب، حتى نمرقوه بالماء الساخن. الان بعد ما تحمس جيدا اللحم تاعي ما راكم تشوفوا، الان نمرق بكميه قليله من الماء الساخن. كما راكم تشاهدوا حطيت كميه من الماء حتى يتغطى اللحم تاعنا، والان نغطي عليها ونخلي اللحم حتى يطيب، حتى نحطو كرات اللحم المفروم. الان كما راكم تشوفون اللحم تاعي خلاص طاب، يعني نقدروا نحو قطع حتى نتاكدوا. بعد ما طاب اللحم تاعي يعني مازالو شويه تاع طياب، الان كونت اللحم المفروم تاعي في شكل كريات بالشكل هذا. والان نحط الكريات تاعي داخل المرقه تاعي ونخليهم يطيبوا حتى نشوفوا المرقه تاعنا شربت، يعني قعدت غير شويه تاع المرقه. ونلتقي بعد حين. والان ضفت له كميه من الطماطم المصبره، يعني هو المثوم يجي مرقه بيضاء المثوم الاصلي، ولكن اذا درتي مرقه بيضاء ما ديروش فلفل احمر، ما ديريش فلفل عكري، وما ديريش طماطم مصبره. انا درت له كميه قليله من الطماطم مصبره. ونلتقي في طبق التقديم ان شاء الله. نزيد نخلي المرقه هذه تزيد تشرب شويه ونطفيه. والان ها هو المثوم تاعي بعد ما وجد، ضعته في طبق التقديم، يعني يجي روعه، الذوق رائع. ونكملو برشه من الفوق من المعدنوس بالشكل هذا، يجي ما شاء الله. اذا عجبتكم الفيديو ديروا لي جيم، والى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله.